السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا طعميه وفول وشويه طحينه وتجهيزات لرمضان بسيطه كده على قد الايد. بصوا بقى يا حبايبي، معايا بقى كده نص كيلو من الفول، الايه، الفوله العريضه اللي انتوا شايفينها دي. نقعها 6 ساعات، وحسب الدماسه بتاعتك ما بتاخد، فالدماسه بتاعتي دي بتاخد نص كيلو من الفول. وعليهم بصلايه اهي، ومعاهم ايه، طماطميتين كده صغيرين كانوا موجودين عندي، وليمونه كمان قطعتها نصين، وفصين توم كمان هحطهم، وكمان لو كان عندي جزر كنت حطيت. ومعايا نص كوبايه من الفول المدشوش غسلتها وحطيتها، ونص كوبايه من ايه، من العدس كمان هحطها بالشكل ده كده. ومش هقلب الفول عشان ما ينزلش الايه، الفول المدشوش تحت والعدس والفول بتاعنا يلزق في ايه، في الدماسه. بصوا بقى يا حبايبي، واروح حاطه بقى كميه الميه المناسبه بالشكل ده، واولع عليها البوتاجاز تاخد غلوتين كده. وبعد ما تاخد غلوتين اهدي بقى عليه ايه، النار. انا بعمل الحركه دي من بالليل، واقوم الصبح ناكل بقى ايه من الفول ده. وتعالي اتفرجوا بقى على جماله. الطعمية بقى، الفول المشوش برضو كده نقعته 6 ساعات. ده حوالي عن نص كيلو، وخدت منهم الشوية اللي حطيته مع الفول، وربطتين بصل كده صغيرين، وفصين توم كمان اهم. وعندي بقى شوية خضرة مشكلة كده كانوا في الفريزر حطيتهم كمان، يعني بتاع ربطة كده. ورحت مقلبة كل الخليط بتاعنا ده كله كده زي ما انتوا شايفين، وحطيته في الكبة. طبعا مش هنحط اي ملح ولا هنملح الطعمية بتاعتنا الا ساعة الاستعمال. هروح فرماها زي ما انتوا شايفين كده في الكبة. زي ما انتوا شايفين خطواتنا سهلة وبسيطة. الطعمية والفول ما بخدوش مني اي وقت. بالشكل ده كده انا بفرمها كويس، وبنزل كل اي حاجة كده على الجوانب كده في الكبة، وكده اتفرمت معايا. وهبدأ بقى اعمل الكمية التانية. واحط بقى كده الكبة بتاعتك، لو مش مساعداكي او مش بتفرم كويس هتحطي شقشاق مية بسيطة كده عشان نفرم بس ايه، خليط الطعمية ده. مهما خلطتي هتلاقي برضو انها محببة معاكي بالشكل ده كده. هنليها تكة تانية هنعملها مع بعض. بس كده نفرم بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وتعالوا بقى نقول لكم بقى على سر الطعمية. شايفين الفول كده خلاص هوطي عليه، وكمان الطعمية شغالين اهو. حطيت سنة مية ومشيت الكبة بتاعتي. وتعالوا بقى نتفرج على السر بقى بتاع المطاعم. عشان بقى نعمل الحجر اللي بيبقى في المحلات الطعمية، او المكنة اللي بتفرم الطعمية كويس. انا بقى رحت ايه، يعني خدت بالشبه كده. قلت بقى بيفرموها جامد، يعني عايزه حاجه تفرم جامد. بعد ما انا فرمت كده بقى الطعميه بالشكل ده كده، رحت جايباها وحطها في بوله زي ما انتم شايفين. وجبت بقى الهاند بلندر. ما انا بقول لكم هو ده اللي شغال عليه بامانه، بيسهل على الناس حاجات كتير. وهطحن بقى كده، اخلي الطعميه بتاعتي ناعمه، ما فيهاش الحبيبات اللي هي بتاعت الفرم بتاعت الكبه. وكده بقى الطعميه بتاعتي جاهزه لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. اعبيها بقى في اكياس واشيلها هي والفول، وتنفعني بقى ساعة السحور. نطلعها من بعد الفطار على الرخامة لغاية ساعة السحور. وبعد كده ايه، نعمل بقى السحور بتاعنا. تعالوا بقى نقلي شوية كده. خلصنا الطعمية، نقلي شوية كده على طول، ونشيل الباقي بقى في الفريزر. بس بقى عشان نقلي ده نروح ايه، عامل حاطين بقى ايه، سنة ملح بسيطة، ومعلقة كربونات صغيرة، وشوية كزبرة ناشفة. واقلب بقى الطعمية بتاعتنا دي، واحط الزيت على النار وهنقليها. بس تعالوا بقى نعبي بقى الحبة اللي هنحطهم بقى ايه، في الفريزر. بالشكل ده كده انا عملت الطعمية وعملت الفول بطريقة سهلة وبسيطة، ما خدوش مني اي وقت. وانتوا طبعا عارفين الطعمية بقت غالية جدا اليومين دول. الواحدة بقت بجنيه وايه، وصغيرة خالص. احنا بقى نعمل طعمية كبيرة كده. وزي ما انتوا شايفين، وبليت ايديا بالمية وحطيتها في السمسم، وعملت الطعمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طعمية سهلة وبسيطة. تعالوا بقى نعمل كمان طبق فول بالزيت والليمون والطحينة كمان، احنا عاملينها مع بعض، وهنزل لكم الفيديو بتاعها. ما تنسونيش بلايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد. وتعالوا كده الطعمية خلصت بالشكل ده. وتعالوا بقى الفول كمان خلص معايا. وتعالوا بقى ناخد منه كده طبق، ونعمل ايه، شوية فول بالزيت والليمون. مين بقى الفول بتاعنا طالع عامل ازاي؟ هنحط بقى شوية ملح وشوية كمون ومعلقة طحينة من اللي احنا عاملينها مع بعض، وايه، ونص ليمونة بالشكل ده كده. وروح ايه، حط عليهم شوية الزيت وكده. الطعمية بتاعتنا المقرمشة والفول بطريقة سهلة وبسيطة. ما تنسونيش بلايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير ورمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.